ده شاب مراهق اسمه جيك. حياته بتتقلب لما فجأة بيلاقي نفسه متورط مع مجموعة من السحرة وأصحاب القدرات الخارقة، والسبب في كل ده كان جده اللي دخله لعبة أكبر منه. وعلشان نفهم أكتر بنبدأ الحكاية مع جيك اللي كان شغال شغلانة عادية في سوبر ماركت، وبيجيله تليفون من والده إنه يروح لبيت جده دلوقتي بسبب إن جده بيعاني من مشاكل. وبيتحرك جيك على هناك ومعاه زميلته في الشغل شيلي، وفي الطريق بيتصل جيك بجده اللي بيقوله إنه في خطر وإنهم حواليه في كل حتة، وإنه مش عارف يعمل إيه علشان مش لاقي المفتاح بتاع مخزن السلاح بتاعه. بس جيك بيقوله إن باباه شال المفتاح من قدامه علشان يأمنه، وإنه ما يقلقش من حاجة لأنه رايح له في الطريق دلوقتي. وفي الطريق بيقابل جيك راجل شكله غريب ومرعب وبتكون عيونه بيضة، ولما بيوصل على بيت جده بيلاقي الباب مكسور، وبيدخل يدور على جده مش بيلاقيه موجود، فبيدور عليه في جنينة البيت وبيلاقي جده بيموت، لكن الغريب إن كانت عيونه مش موجودة. وبيفضل يقول لجيك إنه يهرب من هنا بسرعة علشان ما يتأذيش، وإنه يروح على الجزيرة ويدخل الحلقة 3 سبتمبر سنة 1943. وبيقول له أنا عارف إنك فاكرني مجنون وبقول أي كلام، بس وعدني إنك هتسمع الكلام. وبعدها جده بيموت. بيعدي شهر على وفاة جد جيك، وبيتعب جيك جدا من فراق جده، فبيروح لدكتورة نفسية وبيقول لها إن قضية جده اتقفلت بسبب إن الشرطة قالت إن الوفاة بسبب هجوم الكلاب على البيت، وإن جده جري وراهم لحد ما جات له أزمة قلبية ومات، وإن الوفاة طبيعية ومفيش فيها أي حاجة غريبة. وبيقول لها كمان إن من وقتها وهو بيحلم بكوابيس، وبيفتكر ذكرياته مع جده زمان لما كان جده بيحكي له عن طفولته وإنه كان عايش في منزل الأطفال الخارقين، وإن مديرة المنزل ده اسمها سيدة بيرجرين، والأطفال اللي هناك كلهم كان عندهم مميزات زي الطفل اللي بيختفي والبنت اللي بتعرف تطير والولد اللي عايش جواه نحل وغيرهم من القدرات الخارقة. وبيكمل جيك كلامه مع الدكتورة وبيقول لها إنه فضل وقت طويل قوي مصدق الحكايات دي، لكن محدش كان مصدق القصص دي غيره. ولما بيروح جيك البيت بيلاقي العيلة كلها متجمعة علشان عيد ميلاده، وعمته بتديله هدية عبارة عن كتاب من جده، ولما بيفتحه بيلاقي مكتوب جواه ده كتاب عن العوالم اللي انت نفسك تعرف عنها، وبيكون الصورة مكتوب عليها من بيرجرين. وبيروح بالصورة دي للدكتورة اللي بتقوله إن دي رحلة ممتازة ليك علشان تغير جو وتنسى الكوابيس والحاجات اللي بتشوفها. وفعلا بيروح الرحلة دي هو وباباه، وفي الطريق بيشوف طائر وبيقول له باباه إن نوع الطائر ده اسمه بيرجرين، فبيقول له جيك إن ده اسم المديرة اللي كان جده بيحكي عنها وإنها كانت بتتحول لطائر، ويبقى كده كلام جده صح. وأول ما بيوصلوا الفندق بيروح بسرعة جيك علشان يشوف البيت اللي جده حكى عنه، لكنه بيلاقيه مهجور وشكله متدمر، فبيرجع الفندق تاني زعلان وبيقابل راجل هناك بيقول إن البيت ده اتدمر بسبب القوات الألمانية اللي رمت عليه صاروخ في سبتمبر سنة 1943. وتاني يوم بيقرر جيك إنه يروح البيت تاني، لكن المرة دي بيلاقي حد ظهر فبيخاف وبيجري بس بيتكعبل وبيغمى عليه، ولما بيفوق بتكون في بنت صغيرة شايلاه، وبيقابل الأطفال اللي كان جده بيحكي عنهم بنفس المواصفات بالظبط، وبيقولوا له إننا جايين ناخدك للمديرة اللي هي السيدة بيرجرين واللي كانت طايرة وشافتك على المركب. وبيدخل معاهم كهف ضلمة لكنه بيخاف برضه وبيجري على الفندق، بس بيستغرب إن الفندق شكله بار مش فندق وفي ناس كتير ولبسهم قديم، فبيفهم إنه ازاي عايشين، انتوا المفروض متوا من القنبلة الألمانية اللي وقعت عليكم. فبيقولوا له إنهم يوم 3 سبتمبر سنة 1943 وإن دي الحلقة الزمنية اللي هم فيها ومش عارفين يخرجوا منها، وبياخدوه بيروحوا بيت السيدة بيرجرين وبتقوله إنهم عايشين هنا بعيد عن الناس علشان هم مميزين والناس مش بتحبهم. وبعد كده بتاخده قيمة علشان تلبسه من لبس جده، وبيعرف منها إن جده كان عنده قدرة خارقة وهي إنه بيعرف يتنقل بين الحلقات. بعد كده بينزلوا كلهم يتعشوا مع بعض وبيعرفوا إن جيك مجرد ضيف مش صاحب قدرات خارقة زيهم. وبيكون في واحد اسمه أونيك غيران من اهتمام قيمة لجيك وبيقول له إنه هيبقى زي جده وهيسيب قيمة بعد ما تتعلق بيه، فبتقوم قيمة من على الأكل زعلانة لأنها كانت بتحب جد جيك. ولما بيجي وقت جيك علشان يمشي بيطلبوا منه إنه يستنى معاهم شوية، وبياخدوه يطلعوا على الحديقة بتاعة البيت وبيلبسوا أقنعة، وبتكون دي اللحظة اللي بيقع فيها الصاروخ الألماني على البيت، لكن بتقدر المديرة إنها تتحكم في الوقت وتوقف الصاروخ وبترجع بالزمن 24 ساعة بالظبط
علشان دي تكون هي الحلقة اللي هم عايشين فيها. وبيجي تاني يوم وبتروح إيما مع جيك علشان توصله، وبيتصوروا مع بعض صورة من موبايل جيك. ولما بيوصل جيك لأبوه بيتضايق إن راح البيت ده، وبيقوله إحنا هنمشي من المكان ده خلاص، وإن الوقت اللي باقي من الرحلة هنقضيها على الشاطئ. وهناك بيتعرفوا على واحد اسمه جون بيتابع الطيور ومهتم بيهم جدا. وبيستنى جيك لما بابا ينام وبيروح للحلقة تاني وبيقابل المديرة، وبيسألها لو كان جده متورط مع ناس أشرار وإنه شاكك إنه مات موتة مش طبيعية، وفي رسالة لقاها ليه بتحذر من واحد اسمه بارون. لكن المديرة ما بتردش عليه وبتسيبه وتمشي. بعدها بيروح جيك يسأل إيما وبيقول لها إنه شاف واحد عينه بيضة يوم وفاة جده، وإيما بتقوله لو شفته تعرفه؟ فبيقول لها آه طبعا. فبتاخده إيما للمكان السري بتاعها واللي بيكون في سفينة تحت المية، وبتفتح صندوق وتطلع منه صور لناس كلهم عينيهم بيضة، وبيكون من ضمنهم الراجل اللي شافه جيك يوم ما جده مات. وبتقوله إنه هو ده بارون قائد الأشرار، وإن المجموعة دي كانت بتقضي على كل البيوت اللي فيها أطفال مميزين، وجدك دايما كان بيحاربهم، لكن لما انت اتولدت قرر انه يستقيل علشان يحميك. فبيقول لها جيك يحميني من ايه؟ فبتعرفه انه مميز زيهم، وانه لو ما كانش مميز ما كانش عارف يدخل الحلقة من الاساس. وبتقوله لو مش مصدق تعالى معايا، وبيروح لمكان بتكون المديرة بتحارب فيه وحش محدش شايفه لكن جيك قدر يشوفه. فبتعرف إيما ان القدرة الخارقة بتاعته واللي كانت عند جده انه بيقدر يشوف الوحوش. بيروح جيك للمديرة وبيقول لها انه قدر يشوف الوحش، فبتقرر المديرة انها تحكي له القصة كلها، وبتقوله ان بارون ده قرر يعمل تجربة هو والناس اللي معاه علشان يكونوا أبديين ويعيشوا على طول، لكن التجربة دي فشلت وتحولوا كلهم لوحوش. فبدأ يدور على أي طريقة يرجع بيها بشري تاني، والطريقة دي كانت إنهم ياكلوا عيون المميزين وخصوصاً الأطفال، ومن ساعتها وهم بيعملوا كده علشان يفضلوا بشر. وبتقول لهم السيدة أوفيس إن الوحوش قربت منهم جداً وإنهم لازم يمشوا من هنا بسرعة. فبيقرر جيك إنه يمشي، لكن إيما بتفضل تقوله إنها كانت فاكرة إنه هيساعدهم لأنه بيقدر يشوف الوحوش دي، بس هو بيقول لها إنه مش زي جده وإنه ضعيف. وفعلاً بيمشي، وبيرجع جيك للوقت الحاضر وبيروح لباباه عند الشاطئ، وبتكون في جثة هناك لراجل قابله في الفندق لكن برضه عينه مش موجودة. وبيقول أبو جيك دي نفس الطريقة اللي مات بيها جدك، وبرضه عينه مش موجودة. فبيبص كل اللي واقفين عليهم، وبيجري جيك من المكان ده بسرعة وبيجري وراه أبوه جون لحد ما بيوصل جيك عند الكهف وبيعدي الحلقة، وبيدخل وراه جون وبيعدي الحلقة هو كمان. فبيستغرب جيك إنه إزاي قدر يعدي الحلقة، والراجل شكله بيتغير للدكتورة النفسية اللي بتعالجه، وبعدها بتشيل العدسات وبيتحول شكلها للبارون. وبيقول لجيك إنه بيدور عليه من زمان ويا ريت نمشي من هنا بسرعة قبل ما الراجل اللي قتل جدك يجي ويقتلك انت كمان. وفي الوقت ده المديرة والأطفال بيجهزوا حاجتهم علشان يمشوا، بس بيلاقوا الباب بيخبط وبيكون ده بارون ومعاه جيك، وبيقول للمديرة لازم تيجي معايا للمكان اللي بعمل فيه التجارب بتاعتي، وبتوافق طبعا لأنه بيهدد بقتل جيك. وبتقول المديرة لجيك يخلي باله من الأطفال، وبعدها بتتحول لطائر وبتدخل القفص وبياخدها البارون وبيمشي. وبيبدأ الأطفال كلهم يعملوا استعداداتهم ويحموا نفسهم علشان لو هجم عليهم الوحوش. وبتفضل السيدة أوفيس تدي تعليمات للأطفال لحد ما بيجي وحش وبيسحبها لبره البيت وبيهجم عليهم، لكن جيك بيضربه وبياخد الأطفال وبيهربوا بره البيت لأن ده بيكون ميعاد القنبلة اللي بتتحدف عليهم. لكن المرة دي ما بيعرفوش يرجعوا الوقت ده لأن المديرة بس هي اللي بتعرف تتحكم فيه، وبتتقفل الحلقة الزمنية دي للأبد كده. بعدها بيتحرك جيك ومعاه كل الأطفال على المركب السري بتاع إيما علشان يروحوا ينقذوا المديرة. وجيك وإيما بيعرفوا إن في ميعاد حلقة تانية بيقدروا يوصلوا منها للبارون، وبتكون ميعاد الحلقة دي 2016 في لندن. وبتقوله إن بالحلقة دي يقدروا ينقذوا المديرة ويقضوا على البارون للأبد. وبيوصلوا للمكان اللي فيه البارون وجماعته، وبتفضل إيما تستفز فيهم لحد ما بيخرجوا من المسرح اللي هم فيه وبيجروا وراهم لحد الملاهي. وبيجي دور أونيك وبيحط قلوب في الهياكل العظمية وبيخليهم يتحركوا هم كمان، ولما الوحوش بتقرب بيضربوهم الأطفال بالتلج علشان يقدروا يشوفوهم، وبتهجم الهياكل العظمية على الوحوش وبيقضوا عليهم. بعدها بيدخل جيك وإيما على الأوضة اللي فيها حماة الأطفال اللي متحولين لطيور علشان يحرروهم، وبتفضل إيما تنفخ هوا على البارون علشان تعطله،
لحد ما بيقدر يحرر نفسه وبيدخل على جيك الأوضة اللي هو فيها، بس بيكون خلاص حرر كل الطيور اللي في القفص وبيمسكوا البارون وبيكون هيقتله، لكنه بيسمع صوت إيما وأونيك جايين فبيتحول البارون لشكل جيك علشان ما يقتلوهوش، بس بيظهر وحش من الوحوش وراهم فبيقول لهم جيك إنه يقدر يثبت إن هو الحقيقي لأنه شايف الوحش، أما البارون مش هيقدر يشوفه، وفعلا بيهجم الوحش على البارون وبيقتله وبياخد عينيه وبيضربه جيك بالسهم وبيموته. بعدها بيكون لازم كل الأطفال يرجعوا للزمن بتاعهم لأنهم لو فضلوا في الزمن ده هيموتوا، وبتروح إيما علشان تودع جيك وبتقوله إن الحسنة الوحيدة إنه هيلاقي جده لسه عايش لأنه رجع بالزمن قبل ما يموت، وبيتحرك جيك على بيت جده وبيلاقيه فعلا عايش هناك وبيحكي له على كل اللي حصل معاه، وبيديله جده كتاب هدية علشان عيد ميلاده وبيكون جواه عملات من كل الأزمنة، وبيقول له إنه غلط زمان لما ساب حبيبته وإنه ما يغلطش نفس الغلطة ويروح لإيما، وفعلا بيقدر يتنقل بين حلقات الزمن لحد ما بيوصل لإيما وبيرجع يعيش تاني مع الأطفال المميزين لأنه مميز زيهم. وانتهى فيلمنا. لايك وشير على الفيديو علشان يوصل لكم مننا كل جديد.